السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام أينما كنتم. سلوم يا رجالكم بمقطع جديد أسطوري رهيب ما في مثل اثنين. اليوم هذا السيرفر راح يكون سيرفر مرة رهيب ومرة حافل، وخصوصا لما تشوفون التفاعل الكبير اللي صاير بهذا السيرفر، والشباب اليوم مبدعين على الآخر. اليوم راح نستعرض لكم أفضل المناطق، وراح نستعرض لكم أفضل المودات في أفضل سيرفر على وجه الكرة الأرضية. نتمنى منك يا صديقي المتابع وعزيزي المشاهد أنك تضغط على زر اللايك والاشتراك عشان تدعمنا أن احنا نوصل للقمة، وخلوكم مع المقطع. شكرا. عزيزي المشاهد شاهد المقطع للنهاية، لأن راح يكون فيه شروحات إلى هذه المودات اللي بداخل السيرفر، وبدونها ما راح تقدر تدخل ولا راح تقدر انك تلعب. يعني مثلا اول مود راح يكون مود الحماية. على سبيل المثال مود الحماية راح يكون موجود، ما راح تقدر تلعب ولا تتحرك قبل ما انت تسجل دخولك، وراح اعلمك طريقة تسجيل دخولك الى هذا السيرفر، فشاهد المقطع الى النهاية عشان تستفيد. خلونا يا شباب نسوي مقابلة مع المتابعين ونروح نشوف اول واحد. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله بخير. وانت آه كيف حالك؟ خير الحمد لله. ممكن تعرفنا على نفسك وتعلمنا وش هذه الرتبة اللي فوق؟ انا اسمي سعود، انا ديفلوبر للسيرفر. تعني كلمة ديفلوبر يعني مطور للسيرفر. حي الله المطور، وش مسوي لنا في هذا المكان؟ هنا عندك في هذا المكان اشياء شروحات جميلة جدا بتفيد السيرفر وبتفيد العضو اللي بيدخل. انت سويته، شكرا اليك على دعمك يا صديقي. وعلى المتابع هذا الجميل، السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام، الحمد لله. وانت كيفك؟ بخير الحمد لله. دام انا قاعد اشوفك، قاعد اشوف فوق راسك رتبة. وش هذه الرتبة؟ ممكن تعلمنا عليها؟ لي رتبة ماني جاب، يعني ادمن في السيرفر. اتفقد اللاعبين واشوفهم. واو، وش ممكن تقدم لأي لاعب جديد ممكن يدخل إلى هذا السيرفر؟ اقدم له الشيء اللي يبيه وبخليه يستمتع وياخذ تجربة جدا اسطورية في السيرفر. اشكرك جزيل الشكر، ولانك انت انسان متفاعل وجميل، راح اعطيك سيف اسطوري ورهيب. شوف هذا السيف صراحة تستاهله، اخذه كهدية كونك انت مانجر. ولا تقصر مع الشباب، اي واحد يدخل ويطلب منك مساعدة ساعده على طول. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام الحمد يا لله. هلا بيك. عرفنا على نفسك. عضو بالسيرفر، توني داخل اليوم، قاعد احاول اسوي تيم وكذي. نايس، جميل جدا. وش اكثر شيء عجبك بهذا السيرفر؟ والله المناطق والمحلات التجارة. وانت عندك منطقة؟ اي عندي اياها. السلام عليكم يا سمير، كيف حالك؟ الحمد لله. ان شاء الله عاجبنك هذا السيرفر يا سمير. اه ها؟ عاجبيني السيرفر. وش عاجبنك في السيرفر اكثر شيء؟ كل شيء. كل شيء. والله انك حلو، والله انك حلو. وخذ هذا البيكاكس مني هدية، تعال خذ مني. يلا يا حبيبي سمير خذ. شوفوا من لقينا. من انت؟ من انت؟ أنا محمد. محمد يا حبيبي، باين عنك مانجر مثل حسن المتواضع المتفاعل. وش اكثر شيء مجنون شفته بهذا السيرفر؟ صراحة ننتقل أكثر شي للسؤال مجنون الثاني. تفاؤل. ننتقل للشخص الثاني يا شباب. تعال. وش اكثر شيء عجبك بهذا السيرفر؟ تفاؤل الناس وحبهم للسيرفر. ما شاء الله، في ناس صدق تحب السيرفر. اي واجد ناس تحب السيرفر وتدخل تستمتع. انا اشوف 10 يحبون السيرفر. شكله الباقيين ما سمعوا عن السيرفر الرهيب هذا. احنا ما اعلنا عن السيرفر، احنا جايين نعلن عن السيرفر عشان يدخلون واجد ناس. صح عليك. ولهذا السبب اليوم رايحين نستكشف هذا السيرفر. يلا يا شباب خلونا نروح نستكشف هذه المناطق. اعتقد هذه بيوت. وش هذا المكان يا محمد؟ هذا هذا مكان المكان متاجر حجي قال هون. محمد. محمد إيه. معليش. هذا المكان يا طويل العمر المتاجر، هني تكون متاجر المتابعين. يعني اقدر افتح لي انا متجر وابيع فيه اي شيء انا ابغيه؟ اي نعم، أوه. تقدر تفتح اي متجر وتبيع. انا قاعد اشوف محمد 91 ستور. هذا متجرك؟ اي نعم، هذا متجري لبيع الكتب. ما شاء الله، ابغى اشتري. تعال. حياك الله. عندنا مندنج ان بريكنج شاربنس بروتكشن. ابغي. ما انا ما عندي دروع، فراح اسوي لي دروع، فعطني بروتكشن. اكيد مجاني صح؟ اي نعم مجاني للاعضاء الجدد. اخذوه كله، ما اخذت ولا واحد. انا اعطني بسرعه، بدي اعطي. طيب شفت محل محمد، انا احس ان في اشياء غير في هذا السيرفر يا سعود. ممكن تعلمني وش اللي قاعد يصير في هذا؟ وش هذه البنايه الكبيره؟ هذه البناية بناية جميلة، بناية عقار. من هنا عقار. بدك تشتري منها أراضي، بدك تشتري أشياء بيوت. الحين لو بشتري مثلا ابغى غرفه الطلبات. نايس. اشوف
محمد روم اوردر هير. هني هذا مكتب محمد. اوكي نايس. نو انتري اونلي ستاف. طلعهم برا. ممنوع ممنوع. قول لهم ممنوع. انا اطلع ممنوع يا شباب. والله انا ودي اروح المنطاد هذا. دقيقه خليني استكشفه بالالترا. المنطاد مره رهيب ومره اسطوري. شوف التفاصيل الرهيبه. محلات اسطوريه. شوف اي واحد يجي شباب يدخل الى السيرفر راح يقدر انه هو يبني اليه متجر ماله. ومو بس متجر، راح يقدر يبني اي شيء هو يبغيه ويسوي اي شيء هو يبغيه. واو انا قاعد اشوف قارب قاعد يطير. خلونا نشوف وش بداخله. الحين احنا كلنا بالقارب هذا نشوف وش فيه. يا شباب قاعد اشوف القارب بداخله فيه اشياء رهيبه. وش هذه الاشياء؟ اشوف. اوه وش هالمنطقه الرهيبه. وات منطقه واسعه ورهيبه. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ والله الحمد لله. وات دقيقة في راس تنين. راس التنين للبيع؟ اي للبيع. بكم؟ 30 حبة دايموند. مانيجر حبيبي اعطى 30 حبة دايموند. سيتم الشراء الآن مقابل 30 دايموند. ما عليكم هذا الحرامي راح يروح السجن بعد شوي. جاي يسرق الدايموند صح؟ سعود حبيبي سعود. هلا لا. اسجن هذا الحرامي. سارق دايموند في عملية الشراء. سرق دايموند. تم سجنه الان. ختم السجن بنجاح. يا شباب احذروا التخريب راح يتم سجنكم. يا شباب خلونا ندخل داخل نشوف وش هذا المكان. وش هذا المكان اخوي؟ منطقة النذر. يعني اقدر ادخل البوابة؟ اي تقدر اي. بس سمعت ان المكان خطير هناك. اي خطير، فيه لافا، فيه ماغما، في كثير اشياء. والله خطير من قبل لا ادخل. وخلونا نطلع من هذا المكان يا شباب. طيب احنا قاعدين نشوف المتاجر ونشوف بوابة النذر وتهنة. كل انسان يقدر يدخل الى هذا السيرفر ويشوف الاشياء الرهيبة اللي بهذا السيرفر ويقدر يكون احد المتفاعلين في هذا السيرفر المميزين. يعني مثلا انت تبغى تبني لك بيت وما تعرف تصمم، ما في اي مشكلة، الادمن بيساعدونك. وفي نفس الوقت تقدر تجيب اليك مقطع من اليوتيوب يشرح لك شلون تبني بيت جميل وحلو وتفتح المتاجر وهكذا. يعني قاعد اشوف البيوت تصاميمها مره بطله مره اسطوريه. فشباب انا انصحكم تدخلون لهذا السيرفر لان السيرفر هذا رهيب. اوكي شباب جينا منطقه محمد المانجر. خلينا نشوف. طبعا تقدر تدخل وانت تلعب ويا اي شخص يعجب. هذه المنطقه مقسومه بين محمد وسعود، اثنينهم يشتغلون على هذه المنطقه وفي متابعين يسكنون وياهم. يعني انا شفت هناك في بيوت للمتابعين وفي نفس الوقت الاداره عندها بيوت. اتذكر هذا البيت. هذا بيت صديقتنا فاطمه بنت هذا البيت وكنت انا ساكن داخل هذا البيت. قرويين نايمين في هذا المكان. وش قاعد يسوون؟ قاعد يزرعون لما يخلصون يجون ينامون. واو رهيب اسطوري. يا قروي انت وياه قوم للشغل. نايمين؟ جاء وقت العمل يا قرويين. ابدأوا العمل يا جعفر. نسيت ان جعفر ما يسمع. يا شباب هذه المنطقة قيد التأسيس. راح تشوفون ان البيت لحد الآن مو كامل، وهذا دليل ان السيرفر صار له تقريبا 5 إلى 7 أيام من فتحنا هذا السيرفر. معناته ان انت توك في البدايات تقدر تبني لك اي شيء انت تبغيه. هذه الاشياء الرهيبة اللي تشوفها صار لها اسبوع، فتخيل انت تبقى ويانا شهر كامل مثلا راح تبني لنا مركبة فضائية. هاي بيل يعني والله انكم اساطير. من اللي حاط هذه الفخامة برا عشان لما تجوع تشيل لك واحدة تسوي لك خبز وانت ماشي وامورك طيبة. المخزن فخم. باختصار المخزن فخم. قاعد اسمع صوت واردن. لا هذه استشعارات الواردن. رحنا احنا سافرنا الى الواردن وجبناها وحطيناها. خوفتوني يا شباب. على بالي في واردن موجود في هذا المكان. طبعا يا شباب بتشوفون انه ما عندي بيت اكيد اوكي، ولكن انا ساكن يا احد الاعضاء في هذا البيت المتواضع الجميل. طبعا انا ما حطيت ولا بلوكه غير اني حطيت السرير. يعني بس حطيت السرير ونمت عشان يحميني من الزومبي. والاغراض اللي تشوفونها عندي يا شباب انا مو تعب عليها ولا سويت ولا شيء. وتشوفوني وتلاحظون علي ان انا قاعد اوزعها. لحد الان ما لعبت السرفايفل لان قلت انا حرام العب سرفايفل ومتابعيني ما لعبوا. فهذين الاغراض اللي تشوفونها قدامكم هذه الاغراض هي اغراض متابعين اعطوني اياها وما قصروا صراحه. جزيل الشكر لكم يا شباب. وابغى اوريكم بعض التفاصيل البسيطه قبل لا ننتقل الى الشروحات. اول شيء تكتب سلاش سباون عشان تنتقل الى السباون. في السباون هذا راح تشوف كثير من المجسمات الرهيبه والاسطوريه. يعني مثلا تشوف هذا المجسم وهذا المجسم تقدر تزورها بكل راحه ولكن ما تقدر تكسرها اكيد. يا شباب في هذا المكان راح تشوفون برج الساعه. برج الساعه راح اوريك اياه من برا. في مصعد في برج الساعه بس اضرب المصعد. الطابق الثاني، الطابق الثالث، الطابق الرابع، الطابق الخامس، الطابق السادس، الطابق السابع.
وات ودي فوق وتطلع على السيرفر من فوق. يا سلام والله اللي حاط البرج هذا يفهم المباني والحركات. خلونا نمشي يا شباب نطلع من هذا المكان، اخاف من المرتفعات انا. وصلنا الطابق الارضي يا شباب، خلونا نمشي من هذا المكان. طبعا يا صديقي اذا تموت راح يطيح راسك في هذا المكان، واي وقت راح يجي تكسر راسك راح ترجع اغراضك بنفس الترتيب اللي كانوا عندك اياه في الانفنتوري. يا اصدقائي لحد الان انا وريتكم 30% من هذا السيرفر، فتقدرون تشوفون الباقي. انا ما احب احرق عليكم فيصير السيرفر بالنسبه لكم ممل. لو تلاحظون القائمه اللي على جهه اليمين هذه راح يكون فيها اسمك والرتبه مالتك وعدد الفلوس اللي عندك وعدد الموتات اللي انت متهم وانت باي عالم وعدد اللاعبين. يا شباب الكليمز هو عدد المناطق اللي انتم حامينها، لكن البلوكس هي عدد البلوكات اللي انت تقدر تستخدمها لحمايه هذه المنطقه. يعني مثلا عندك 100 بلوكه تقدر تحمي مساحه 100 بلوكه. وبهذا الشكل يا شباب مثل ما تلاحظون اول ما تدخل السيرفر راح يعاملك بهذه المعامله كانك انت غريب. من انت؟ تبغى تلعب؟ تبغى تخرب؟ لا مستحيل نخليك تكسر مباني المتابعين. اهم شيء انك تسجل حساب اول. فاول شيء تسويه تكتب سلاش ريجستر بهذه الطريقه. بعد ما تكتب الكلمه تكتب كلمه السر اللي انت تبغيها. يعني مثلا انا خليت بهذا الشكل خلاص. بعدين اي وقت انا ادخل فيه السيرفر راح اضطر اكتب هذه الكلمه لوجين، بعدين اكتب كلمه السر. مثل ما تلاحظون يا شباب اول ما دخلت ما اقدر اسوي ولا شيء، لازم اكتب سلاش لوجين هالمره واكتب كلمه السر اللي كتبته في البدايه. فمثل ما تلاحظون صارت. لو كنت كاتب كلمه سر غلط ما راح اقدر ادخل. شيء ضروري انك تتذكر كلمه السر. لو نسيت كلمه السر تقدر ترجع الى الادمنز انهم يساعدونك باستعاده كلمه السر. يا شباب راح اوريكم شغله مهمه الان، ولكن قبل لا احنا نكمل اذا ما ضغطت لايك اتمنى انك تضغط زر اللايك تدعمنا، لان هذا الشيء يساعدني ويدعمنا بشكل كبير. في هذا المكان التي بي اي، يعني اي شخص تبي تنتقل اليه يا صديقي تكتب سلاش تي بي اي، والشخص الثاني في الطرف الثاني تكتب سلاش تي بي اي اكسبت عشان يتم قبول الطلب مالك للانتقال. تقدر تكتب تي بي اي هير، يعني تطلب من الشخص انه يجيك في هذا المكان وهو لازم يقبل الطلب مالك او يرفض الطلب مالك عن طريق تي بي اي ديناي هذه الكلمه. فخلونا نستعرض لكم على سبيل المثال. لو انا بسوي تي بي اي الى سعود مثلا، خلينا نكتب سعود، فهو الان قبلني كتبت تي بي اي اكسبت بشكل سريع فتشوفون انتقلت اليه. ومن ناحيه انك انت ما تضيع البيت مالك تروح عند البيت مالك وتكتب سلاش ست هوم. لما تسوي سلاش ست هوم خلاص اي وقت تبغى تنتقل للبيت تكتب سلاش هوم. اذا ما عجبك البيت تكتب سلاش ديل هوم. انا يعني بيت مو بيت بنايه او مبنى، بيت بل انه يعرف ان هذا المكان هو مكان بيتك. عشان تكتب سلاش هوم ينقلك الى المكان هذا. وفي هذا المكان سلاش اي اتش سلاش اي اتش سيل، ابغى اكتب سلاش اي اتش راح يدخلني على متجر المتابعين. ويعني في هذا المكان الناس تبيع اشياء باسعار مختلفه. يعني هذا بايع لي دايموند 23 حبه دايموند يبغيها ب20,000، والله انا اشوفها مره غاليه. شوف هذا الاليترا ومحمد يبيع هذا الاليترا فيها مندنج وان بريكنج ب100 فقط. تم شرائها من قبل ما ادري مين، ولكن ما في مشكله. خلينا نكتب سلاش اي اتش سيل معناته ان انا ببيع الحين واحط سعر 100 مثلا. فانا بعت الحين اللي عندي وتم شرائهم قبل من قبل معاذ، فمعاذ اشترى من عندي فربحت انا ال100. وفي هذا المكان سلاش كليم علشان تحمي منطقتك. يا صديقي حماية المنطقة موضوع مش معقد مثل ما انت تعتقد. يعني شوف الشباب هذين اغلبهم حامين مناطقهم. يا اصدقائي اذا تبغي تحمي المنطقة مثل ما تشوف تكتب سلاش كليم وراح تم حماية المنطقة على طول عن طريق الشفل. راح تحدد نقطة البداية وتوديها تكبرها. شوف بهاي الطريقة سهل جدا. شوف مثلا بهاي الطريقة تسحب وتكبر، وطول ما انت تلعب بهذا السيرفر راح تحصل على بلوكات اكثر. وهذا يعني ان انت راح تقدر انك تحمي المنطقة مالك. اي واحد الان ما عنده صلاحيات المنطقة ما راح يقدر يكسر. يا شباب لما تكون المنطقة محمية ما حد راح يقدر يخرب ولا حد يقدر يسوي اي شيء، ما عدا انك تكتب سلاش تراست وتعطي صلاحية حق اللاعب اللي تبغيه. يعني مثلا خلينا نقول محمد اعطيته صلاحية والحين محمد يقدر يبني ويكسر في داخل هذه المنطقة. محمد وينك؟ مثل ما تشوفون يا شباب اي احد ثاني ما راح يقدر، ولكن ابغى اشيله من الحماية اسوي له انا تراست واكتب اسمه. يعني انا لا اثق فيك. كلمة تراست يعني ثقة، وانا تراست عدم الثقة. واذا تبغى تشيل المنطقة من هذا المكان تكتب سلاش ابوندن كليم، مو اول كليم مثل هذا الامر. ما اعرف انطقه ولكن هذا هو الامر. راح يشيل الحماية من هذا المكان. الان الكل يقدر يكسر
لكن هذه المنطقة يعني موجودة في الاسبان، فما حد يقدر يكسر غير الإدارة. صراحة والله يا شباب تعبنا على هذا المقطع، وتشوفون تجمع الشباب شلون عشانكم، والله يشهد انه عشانكم وعشانك انت يا عزيزي المتابع. فاذا ما كنت مشترك اشترك بالقناة واضغط زر اللايك، ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع رهيبة اسطورية، لان المقاطع الجاية راح تكون حماسية.